ازاي كل متابعيني. لو اول مره تشوفوني، انا دكتور ساره المهدي، اكسبرت في الكوزموسيوتيكال برودكت، العنايه بالبشره والشعر والجسم. النهارده انا يمكن هتكلم بصوره علميه وطبيه صحيحه. هتكلم على موضوع ترند كده نازل بقاله فتره، ويمكن في ناس كتير سمعت عنه وفي ناس حابه تسمع عنه وتتعلم وتعرف عنه اكتر، وهو مسامية الشعر. اختبار مسامية الشعر، الهير بورosity تيست. الهير بورosity تيست. ايه هي مسامية الشعر؟ مسامية الشعر ده ترند جديد او اختبار جديد هيتوقف عليه معاملتك لشعرك والمنتجات اللي بتستعمليها من شعرك رأسا على عقب. هتحس ان انت ممكن تكوني كنتي ماشيه صح او كنتي بتخبطي او كنتي ماشيه غلط خالص. اختبار مسامية الشعر ده احنا بنعمله عشان المفروض نتيجته بتبقى 3 حاجات. يا اما اكون منخفض المسامية، شعري ده منخفض المسامية او متوسط المسامية او عالي المسامية. هعمل ايه؟ هجيب كوباية مية زي دي وهحط فيها شعراية. تستحسن الشعراية دي اللي تكون بعد ما اكون انا غسلت شعري بالشامبو بسرحه وهو معلوش اي سيرم او اي كريم او اي كونديشنر، واسيب الشعرة من دقيقة ل4 دقايق واتابع الشعر. هتظهر لي نتيجة من 3 نتائج زي ما اتفقنا. اما اكون شعري قليل المسامية او متوسط المسامية او عالي المسامية. يعني ايه قليل المسامية؟ هو اكتر الشعر الصحي، وهنا هلاقي الشعرة لسه طافية على سطح المية، يعني لسه فوق سطح المية. اوكي طيب، قليل المسامية يعني ايه؟ الشعر ده عامل زي الايه، زي السفنجة بالظبط، فيها ثقوب صغيرة. قليل المسامية يعني الثقوب الصغيرة دي قليلة. حلو جدا، يبقى في ميزة حلوة قوي ان هو ما بيفقدش الرطوبة بسهولة. طب ايه مشكلته؟ مشكلته زي ما هو ما بيفقدش الرطوبة بسهولة، برضو ما بيكتسبش الرطوبة بسهولة. يعني المنتجات التقيلة اللي فيها بروتين او زيوت تقيلة ممنوعة تماما. بعملها مرة او مرتين في الشهر. طيب يبقى ايه الزيوت المفضلة لي؟ اول حاجة زي زيت الارجان او زيت مش الجليسرين، يعني زيت الجليسرين، ويكون مخفف بمية. وفي وصفة حلوة قوي للشعر الناعم ده او الشعر اللي هو قليل المسامية، انها تحط مية مع جليسرين في بخاخة واحدة وترشها مرة الصبح ومرة بالليل على شعرها. ده بالنسبة قليل المسامية. طب متوسط المسامية؟ متوسط المسامية هو بين البنين. هتلاقيها الشعرة جزء منها فوق وجزء منها تحت، ما نزلتش كلها في القاع وما طلعتش كلها فوق سطح المية. ده متوسط المسامية. ده بيكتسب لون الصبغة بسرعة جدا. بيتعامل ميكس، يعني انا ممكن اعمل له ماسكات البروتين مرة او مرتين كل 6 اسابيع او كل 8 اسابيع. استعمل له زيوت ايه؟ برضو ممكن استعمل له زيت الارجان او زيت جوز الهند، وطبعا بالتناوب مع بعض، يعني ما يبقوش هما الاثنين مع بعض. متوسط المسامية. طيب ثالث نوع معايا مين؟ هو عالي المسامية اللي هو الهاي بورosity هير. يعني ايه عالي المسامية؟ يعني اول ما انا حطيت الشعراية نزلت تحت القاع الكوباية. معناها ايه؟ مساماته كتيرة جدا، تشرب مية كتير قوي وتقلت الشعراية ونزلت القاع. يبقى فيه ميزة حلوة قوي ان هو بيكتسب الرطوبة او الترطيب بسرعة جدا، بس العيب بيفقدها بسرعة جدا. ودي الشعر اللي بيبقى تقريبا مجعد او الشعر اللي بيبقى التالف او اللي حصل له ضرر نتيجة درجات الحرارة العالية، نتيجة الصبغة المتكررة، نتيجة المواد الكيماوية الضارة. وبكده كنا انا فرقت لكم ما بين انواع مسامية الشعر ال3: المنخفض المسامية ومتوسط المسامية وعالي المسامية. وخلي بالكم الاهمال في شعرنا واستخدام المنتجات عالية المواد الكيميائية والتعرض لدرجات الحرارة العالية الكتير نتيجة السشوار والبيبيليز، كل دوت والصبغة الكتير هو دوت اللي بيأثر على نوع مسامية شعري. يعني ممكن تكون ضعيفة المسامية وبالاهمال اوصل ليه عالي المسامية او متوسط المسامية. استنوني في حلقة جديدة هتكلم على كل نوع شعر لوحده، وايه اهم الزيوت اللي يستعملها، وايه اهم الماسكات اللي يستعملها، وايه اهم المنتجات اللي يستعملها ليه عشان نحافظ على صحية شعره ونوع شعره. ما تنسوش لايك وشير صفحتي على الفيسبوك، سبسكرايب قناتي على اليوتيوب. دكتور سارة المهدي، اشوفكم في حلقة جديدة وفيديو جديد. باي باي.